بصوا يا جماعة احنا ماشيين لقيت الشاب ده واقف جنب البحر. حسينا يا جماعة انه عاوز يعمل في نفسه حاجة، فلازم ننزل نشوف فيه ايه ماله. الساعة دلوقتي 4 الفجر، اللي موقف شاب جنب البحر وقاعد يبص للبحر. تعال بسرعة. خد يا صاحبي خد. عامل ايه؟ تعال ساعدك يا ليه؟ انت واقف جنب البحر ليه؟ بص لي. ايه ده بس؟ صلي على النبي. اقعد بتعيط ليه؟ عايز علبة لبن. علبة لبن لبنتك؟ لابني. ابنك؟ انت متجوز ومخلف؟ طب وايه اللي موقفك على البحر كده؟ الساعة 4 الفجر دلوقتي. ما فيش حد عايز يجيبها لي. محدش عايز يجيب لك اللبن؟ انت لو دخلت اي صيدلية وقلت لهم انا عايز علبة لبن هيدوك. محدش عايز يدعمني، يقول لي في كاشير. فيك ايه؟ في كاشير وما ينفعش وفي سيستم وما ينفعش. بتدم عليه طيب؟ ابني جعان في البيت، ما فيش لبن في البيت. مفيش لبن؟ طب انت بتشتغلي طيب ولا بتعمل ايه في حياتك؟ انا صناعي نجار، باب وشباك وموبيليا، بس ما فيش شغل بلم خردة. مفيش شغل وبتلم خردة؟ انت عندك كام سنة عشان يحصل كل ده معاك؟ 27 سنة. 27 سنة؟ ما شاء الله. طيب طب ايش عرفني ان انت بتتكلم بجد؟ انا معايا. اجي معاك فين؟ هتجيب لي علبة اللبن، تعال معايا. افرض انت طلعت كداب خدتها بعتها. لا افتحها لي، لو فتحت ما ينفعش ترجع. اي حاجة بتتفتح ما ينفعش ترجع. طب فين مالكش اخ او اب؟ لا بس كل واحد في حاله، ابوه متوفى. الله يرحمه. طب ايه انت اللي موقفك على البحر ايه؟ ما فيش حد عايز يساعدني. ايه اللي موقفك على البحر هنا دلوقتي الساعة 4؟ ما فيش حد عايز يساعدني. محدش عايز يساعدك؟ لا حول ولا قوة الا بالله. طب ابشر، ان شاء الله انا هقدر افرحك، متقلقش. انت واقف على علبة اللبن بس؟ طيب ممكن ما تدمعش؟ طب انت كنت واقف على البحر ليه؟ ناوي تعمل حاجة؟ انت عارف يوم ما تفكر في حاجة ديك ده كفر بالله. لا حول ولا قوة الا بالله. بس انت اسمك ايه؟ اسمه حماد. حمادة؟ انت طلبت اصلا من حد حمادة؟ ايوه. قالوا لي لا كان شوف حد يدفع لك حقها. بقالك قد ايه بتلف على رجلك يا حمادة؟ بقى دلوقتي 5 ساعات. 5 ساعات بتلف على رجلك عشان علبة لبن؟ مش حد يساعدك خالص؟ لا حول ولا قوة الا بالله. طب ما تزعلش، تعال معايا. بالله عليكم انا عايز اي حد شايف الفيديو ده احمد ربنا على اللي انت فيه. انا يمكن اكون سبب من عند ربنا ان انا نازل دلوقتي، عشان بس كنت نازل اساعد واحد صاحبي في كاوتش العجله، فلقيت حماده واقف على البحر فخفت ان هو يحصل له حاجه، فانا يمكن اكون سبب ان انا لحقته في حاجه. تعالوا نروح نجيب له علبه اللبن اللي الناس بيشوفوه ما بيرضوش يساعدوه بيها. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. حرام عليكم والله العظيم، مش مستاهله علبه لبن، او مستاهله حتى لو ايه. شاب زي العسل ده دمعته دي غاليه، انت والله العظيم دمعتك غاليه، ما تزعلش. دي قناه على الفيسبوك اسمها فاعل خير، بننزل نساعد الناس الجميله اللي زيك، وانت حد جميل جدا والله، ما تقلقش. تعال يا حماد، هنركب دلوقتي يا جماعه العربيه وان شاء الله نحاول نفرحك. دلوقتي يا جماعه انا دخلت حماده العربيه، انت ايه رايك في اللي حصل ده؟ لا والله العظيم صعب على ايه يا عم شوف. على فكره ما بيكذبش. يعني انت مصدقه صح؟ انا مصدقه. والله نروح نجيب له الحاجه. والله يا استاذ احمد يعني الحمد لله انت ناوي تساعد معانا يعني؟ ان شاء الله في النصيب ان شاء الله. ربنا يكتب لك ميزانات حسناتك وحسناتنا. مش هقول انا اجيب يا جماعه يا ريت اي حد يعرف يساعد، يعني يا ريت يتواصل معانا. انت معاك تليفون يا حماده؟ ما معهوش تليفون، فاحنا ان شاء الله اي حد حابب يساعد يتواصل معانا على البرنامج وان شاء الله نقدر نساعده.
حمادة، أنا عايزك توحد الله وافتكر إن في ربنا أرحم من أي حد، حتى لو محدش ساعدك أنا جنبك ومش هنسيبك. صلى على النبي كده في قلبك. يا ريت كل الناس اللي بيشوفوا الفيديو يا ريت تصلوا على النبي كلكم وشيروا الفيديو. صاحبي أمي تعبانة والتعذيب يعني أنت ما جبتش لأمك أكل؟ مفيش أكل لسه أطلع أشتغل. بس هتشتغل؟ طب وأنت ما بتشتغل بتعمل لك كام في اليوم يا حمادة؟ من 70 جنيه. بيكفوك؟ الحمد لله. الحمد لله. حمادة خد ال5000 جنيه دول ليك وإن شاء الله كل شهر هجيب لك زيهم. بس أنت مرضي؟ هيكفوك؟ كتير. لا مش كتير، مفيش حاجة تكتر عليك، انت راجل زي القمر. انا عايزك بس تدعيلي، الفلوس دي من عند ربنا مش من عندي. احمد ربنا يا حمادة، متزعلش. الراحمين يرحمهم الله. حمادة صلى على النبي. احنا جبنا لك اللبن صح؟ فاحنا ما نعرفش انت يا ابني بتكذب ولا لا، بس ده حاجة احنا عاملينها لربنا. أنا أدعم علي وأنا أوري لك. اجي معاك توريني ابني؟